دي ما ترجعش يا جدعان. القضيه ممكن قفشه قفشه، اوعى يجيلك قفشه. زي ما انت عايز تقول قول، زي ما انت عايز تفرح افرح، زي ما انت عايز تفرح بفرقتك، تفرح بناديك، تفرح بلاعيبتك، افرح زي ما انت عايز. قلت وقلنا ان النادي الاهلي هيحقق باذن الله تعالى الفوز على بيراميدز. هو ده اللي حصل. اللعيبه متحضره نفسيا وذهنيا وبدنيا. النهارده لعيبه الاهلي بتثبت مين هو البطل. لعيبه الاهلي النهارده بتثبت ان انا موجود، ان انا البطل الحقيقي، ان انا صاحب القضيه، ممكن ان انا اللي رايح بسرعه الصاروخ على بطوله الدوري العام. ده حال لعيبه الاهلي النهارده اللي عملوه مع بيراميدز. لعيبه الاهلي النهارده شفنا، رغم النهارده اول ما بدا الاهلي اول تلت ساعه هجوم على بيراميدز، ما خلوهمش ان هم قادرين يسيطروا على اي مجريات او اي لعبه في الماتش. الجون الثاني من ضربه جزاء لوسام ابو علي، رمز الانتصار ورمز الفخر ورمز العزه. وسام ابو علي عاوز تجيب جون، اظبط وساعتك على وسام. احلى واجمل فرحه في تاريخ النادي الاهلي. قدر النهارده بالتمام والكمال في الدقيقه 85 يحرز ويحطم امال بيراميدز. وبعض للاسف الشديد هقولها، الناس المنتميه او المنتميه او اللي هي بتدعي الانتماء لنادي الزمالك، الناس اللي طلعت الكام يوم اللي فاتوا على الصفحات وبداوا يهاجموا النادي الاهلي وبداوا يعلنوها صريحه ان احنا رايحين نشجع بيراميدز ضد الاهلي، كان رد الاهلي على كل ده بفوزه على بيراميدز. ولما بيعلى ما بينزلش، وهو ده ان شاء الله اللي هيحصل السنه دي، وهتكون البطوله من نصيب النادي الاهلي. الف مبروك للنادي الاهلي، الف مبروك كمان. مش عايز انسى النينجا حسين الشحات اللي حاولوا بشتى الطرق ان هم يضايقوه نفسيا قبل المباراه، لكن قدر النهارده يسيطر على اعصابه وعلى نفسه، وقدر ان هو ياخد رجل المباراه. مبروك للنادي الاهلي. ده الاهلي يا جدعان، المباراه دي ما تضيعش يا جدعان، على راي الكابتن ايمن الكاشف.